السلام عليكم، بسم الله على بركة الله. اليوم نحضر معكم معسل من معسلات رمضان، شباكية بوشنيخة. كتجي رائعة، المقادير مضبوطة. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل ديالها. النص درت ليه لوز افيلي، ونص درت ليه زنجلان على طريقتنا المغربية. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واللي شاف القناة ديالي ما ينساش يتابونا عندي، ولي لايك والبارطاج مع الاصدقاء. ورمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير. وهذه كنهديها لجميع المتتبعين ديالي. غنوريكم القرمشه ديالها، والخيوط ديالها كيبقاو مفرودين بواحد الطريقه. تبعوا معايا الفيديو الى الاخير. ندوز على بركه الله المقادير. عندنا نسبه تاع الحليب 250 غرام زبده بيضاء. عندنا كاس ديال المزهر 150 مليلتر. وعندنا ملعقه تاع القرفه، ملعقه تاع النافع، نص كوزه. عندنا الزعفران، وملعقه تاع الخميره ديال الحلويات. وعندنا راس معلقه ديال الخميره الفوريه، وجوج كيلو تاع الدقيق مغربل. كنجيبو كاسرونه كنديرو فيها الزبده والحليب، وغنديرو مع واحد العافيه مهيله حتى يذوبوا مزيان. من بعد نكمل معاكم. كناخدو الزعفران كنضيفوه على مزهر. اللي متوفرش ليه الزعفران يقدر يدير الخرقوم بلدي او ضامه ديال الزعفران. ولا درتو الزعفران راه كيعطي واحد النكهه. نخلي دابا حتى ينفعل. كناخدو الدقيق كنضيفو عليه الخميره الفوريه، راس معلقه وملعقه تاع الخميره ديال الحلويات والملحه. والبيضه ما كنديروش كامله، كنديرو غير الصفار تاع البيض. باش ما يعطيناش حسبيات البيض ملي كتكون تقلي كيعطي واحد الرغوه او الكشكوشه. وكنضيف القرفه مع النافع اي اليانسون. صافي كنحركهم مزيان بين ما برد ليا الحليب مع الزبده. كنخلطهم مزيان باش يتجانسوا. صافي دابا غنبدا نضيف بالزبده حيت باقي دافي. غنبقى نخلط بحال هكا بالملعقه بهذا الشكل حتى كيبرد. بقى على هاد الطريقه كيف كتبان لكم في الصوره. هذا هو الشكل ديالها. بحال هكا. صافي كنبقى بحال هكا. كنضيف عليهم مزهر مع الزعفران. كنحاول نصفيهم ونبقى نحرك بهذه الطريقه. دابا غنبدا نعجن فيها. نجمعها مزيان. كنبدا نعجنها بهذا الشكل. المهم انا هزيت المقدار، هزيت لي 2 كيلو تاع الدقيق، وكيبقى الدقيق على حسب الخليط. المهم غنوريكم كيفاش كتجي القوام ديالها. بقى على هاد الطريقه حتى نكمل العجين. هذا هو القوام ديالها. راه كتجي قاصحه شويه. صافي وغنحاول ندلكها بحال هكا على الرخامه بهذا الشكل. كنحاول ندير واحد الحربول كبير بهذه الطريقه. صافي وكنجمعها. كيف ما قلت لكم نديرو حربول. صافي ونبدا نقطع فيها. كنبقى نديرها بحال هكا قطع صغيره. نحاول نديرهم طوال شويه بحال شكل التبانه. صافي وناخذ واحد البلاستيكه ونحط فيهم
بهذا الشكل، ونبقى على هاد الطريقة كيف كتبان لكم في الصورة. بعد ما كملتهم كنحطهم في بلاستيك وكنخليهم يرتاحوا. وهذا هو السر ديالهم، كناخذوا مايزينا او النشا هو اللي كيخلي دوك الاخيط ديالها كيبقاو مفارقين في القلي. صافي كناخذوا بحال هكا مدلك، كنحاول ندلك هاد الدلكه خفيفه وكنديرها في النمره 4 بحال هكا كيف كتبان لكم في الصوره بهاد الطريقه الوراقه. صافي وكنحاول نجيبها ندوزها بهاد الطريقه. هذا هما الخيوطه. صافي كنرش عليهم نشا. لما كانش متوفر لكش ديري الدقيق الابيض بهذا الشكل. هذه هي الطريقه اللي كتخلي دوك الخيوط يبقاو لك مسرحين في القلب، ما كيتلاصقوش بحال هكا. كناخذ قبطه بهذه الطريقه كيف كتبان لك، وتشوفي القياس على حسب اللي بغيتي بهذا الشكل. صافي وكنجمعهم بحال هكا كتبان لكم في الصوره. هاد الطريقه تاع الدقيق راه كتخليهم فارقين كيف ما كنقول. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كملتهم. كيف كتبان لكم دابا دايره الزيت يسخن. بعد ما كيسخن لينا الزيت، وهذا هو العسل اللي وجدت معاكم. صافي وكنحاولوا نقص البوطه او النار باش ماشي تحرق لينا وتبقى خضره من الداخل. شوف الشكل ديالها كيفاش، راه ملي تحطها في الزيت كتنتفخ بهذه الطريقه. من ضروري ما تنقصي النار او البوطاغاز. كتبان لينا بدات كتذهب، ما كتخليش تحمر، ما كتولي كيبان لك اللون ديالها مذهب. صافي كتحيدها وتطفى في العسل. هذا هو الشكل ديالها. دابا 5 دقائق وغنطفي غنحيدها من الزيت ونديرها في العسل بهذا الشكل. غير كتكمليها وكتبداي تقلي فيها. صافي نبدا نطفيها في العسل بحال هكا، سقطرها مزيان. المهم الطريقه راه واضحه. صافي ديما فما كنكمل القليه عاد باش كنحيدها من العسل. هذا هو الشكل ديالها. صافي وغنحطها بحال هكا في الكسكاس تسقطر او في شبكه اللي متوفر لك. المهم انا درتها في الكسكاس تاع البرمه، وكنحاول ندير عليه بحال هكا السمسم او زنجلان محمر. وهذا هو الشكل ديالها. بعد ما كملتها كتخرج واحد الكميه لا باس بها. صافي وكنحطها في طبق التقديم وبالصحه والراحه. وكيبقى التزيين اختياري على حسب كل واحد. وانا درت بالطريقه بسيطه. والنص الاخر درت ليه اللوز ايفيلي محمر. وهذه كان ديال جميع المتتبعين ديالي والناس جداد والناس القدام. ورمضان كريم، كل عام وانتم بالف